السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية النهاردة علشان أحكي لكم حكايتي مع الزمان. هي مش دراما قوي يعني، بس أنا حابة إن أنا أشارككم تجربتي من الفشل. لا افتكرتوا إن أنا هقول للنجاح، لا طبعا لسه ما بقاش نجاح ولا حاجة، بس أوعدكم إنه في يوم من الأيام بفضل الله هيتحول لنجاح وهفتخر بيه إن شاء الله. ونبدأ الحكاية. أنا الست اللي قدمت استقالتها قبل ما تستلم الشغل أصلا. أنا خريجة كلية تربية، وكان زمان خريجين التربية أول ما بيتخرجوا بيتعينوا مباشرة في مدارس. أنا كنت أول أو تاني دفعة له النظام دوت، وبقى التعيين عبارة عن مسابقة بتعلن عنها الوزارة، بنتقدم فيها واللي بيتقبل في المسابقة هو اللي بيتعين. وجالي فعلا تعييني في مدرسة في العجمي، وكانت العجمي منطقة بعيدة نسبيا عن المكان اللي أنا عايشة فيه، وكان قبل فرحي بحوالي شهرين. وانا وجوزي كنا متفقين ان انا مش هشتغل بعد الجواز، فقررت اني خلاص مش عايزه الوظيفه. لكن جوزي وقتها قال لي ما ينفعش، لازم تروحي وتقدمي استقالتك، عشان لو ما قدمتيش استقالتك هم هيرفضوك. وكان تقريبا سلوى عيلتهم عيب ان هو يتجوز واحده مرفوضه، مش لكن لو مقدمه استقالتها تشتغل ماشي. فاخدني فعلا ورحت تقريبا اداره تعليميه او حاجه زي كده عشان اقدم استقالتي. فقالوا لي ايه يا بنتي، هو انت اشتغلتي اساسا عشان تقدمي استقالتك؟ روحي اتكلي على الله وروحي اتجوزي بقى. وفعلا سمعت كلامهم ورحت اتجوزت وقعدت في البيت. وانا حقيقي وافقت ان انا ما اشتغلش بعد الجواز، مش مضطره ولا مجبره ولا اي حاجه، لكن كنت موافقه عن طيب خاطر، وكانت دي رغبتي انا كمان، لان كان هدفي واهم اولوياتي في الوقت ده اني اكون اسره وبيت حلو وسعيد، واقدر ان انا كأم وكزوجه ابني النجاح اللي كان نفسي احققه في بيتي. وقد كان، والحمد لله انا عندي فعلا اسره جميله وسعيده وحياتي مستقره. لكن القصه وما فيها ان دماغي صدت بمعنى صدت. دماغي بقت متفعله على وضع معين، ما بعرفش افكر في حاجه غير اللي انا متبرمجه عليها، ان انا اصحى كل يوم الصبح افكر هطبخ ايه النهارده، ودي تقريبا الحاجه الوحيده اللي انا بقيت بفكر فيها. بقيت اليوم بيمشي لوحده اوتوماتيك بشكل روتيني جدا، تنظيف غسيل ومذاكره مع الولاد. لو نزلت من البيت بنزل علشان اروح ازور ماما وبابا الله يرحمهم، ما بعملش حاجه اكتر من كده. حتى اصحابي وقرايبي بقيت اتواصل معاهم نادرا في ظروف معينه او لما بيكون في مناسبه، غير كده ما بخرجش حتى منها. وبقى كل يوم يعيد نفسه، بلف كل يوم في نفس الدايره مش عارفه اخرج منها. ومش بقلل من حجم اللي كنت بعمله ولا بقول ان هو حاجه مش مهمه، ده كان وما زال اهم حاجه في حياتي واهم اولوياتي هي بيتي وزوجي واولادي، وده عمره ما هيتغير، ولا عمري قللت من كوني ام وزوجه. لكن مشكلتي فعلا ان رغم اني قاعده في البيت طول النهار، لكن للاسف ما كانش عندي اي وقت لنفسي، ما بقاش عندي اي اهتمامات، وخصوصا ان انا شخص مش اجتماعي ودايره علاقاتي ضيقه جدا، وده اثر جدا على نفسيتي لاني حسيت ان انا انعزلت عن العالم. فرجعت افكر في فكره اني ارجع اشتغل تاني. حسيت فعلا ان انا عايزه ارجع اشوف الناس واختلط بيهم، عايزه ارجع افكر تاني، عايزه ارجع احس بالانجاز واحس بطعم النجاح، خصوصا ان ولادي وصلوا لمرحله ان هم كبروا وقدروا يعتمدوا على نفسهم الى حد كبير. زي اي زوجه مصريه اصيله رجعت ازن على جوزي تاني في موضوع اني اشتغل، وهو يرفض، لحد ما قلبها كده في دماغه وقال لك الله، هو انا ارفض ليه واعاند معاها؟ هو انا يعني لو وافقت الشغل هيبقى مستنيها قدام باب البيت؟ يا عم وافق، وهي كده كده مش هتلاقي شغل، وهتبقى حتى على الاقل ما جتش منك. وفعلا وفي مره وانا بزن عليه قال لي تمام، مش انت عايزه تشتغلي روحي اشتغلي. قلت له اه ماشي هروح اشتغل. وفجاه لقيت نفسي في مأزق كبير. هو وافق ان انا اشتغل، بس انا مش عارفه اشتغل ايه. انا حتى من قبل ما اتجوز وانا ما عنديش مهاره ان انا اقدر ادور على شغل، وحتى لو عرفت وقدرت ان انا اروح الف على المدارس كده علشان اشتغل، هم هيشغلوني ليه؟ وفي 1000 مدرس ممكن يشتغل مكاني، يا اما اصغر مني سنا او ان عنده خبره احسن مني 1000 مره، على الاقل هيكون مارس المهنه. لقيت للاسف اني ما عنديش اي حاجه تاهلني ان انا اشتغل، فما اخبيش عليكم حسيت باحباط شديد جدا جدا جدا. لحد في يوم من الايام وانا واقفه في المطبخ وكعادتي ببقى مشغله اليوتيوب بسمع بودكاست، او في ناس معينين بحب اسمعهم وبتابعهم. كنت بسمع فيديو بيتكلم عن الاعمال في القرن ال21، وده بالمناسبه اسم كتاب. بيتكلم عن ان ازاي دلوقتي كل واحد فينا لازم يخلق فرصه لنفسه من خلال الشبكه العنكبوتيه، وازاي يقدر يستغلها في ان هو يتكسب منها، وان هو يقدر يطور نفسه وامكانياته ومهاراته. واللي ما قدرش يعمل كده فهو خسر كتير. وفي الوقت اللي احنا فيه ايا كان شغلك وايا كان مجالك، لازم تقدر تستغل الانترنت عموما في انك انت توجد لنفسك مكان. يعني لو انت تاجر تقدر تبيع وتشتري وتسوق لنفسك من خلال الانترنت. لو انت مدرس تقدر تدي كورسات عن طريق الانترنت، او تعمل قناه تدي فيها دروس على اليوتيوب مثلا. لو عندك اي مهاره ترجمه مثلا، تصميم جرافيك، او عندك اي مهاره تانية تقدر مثلا انك تكون فريلانسر.
لو انت رياضي تقدر ان انت تقدم فيديوهات تتكلم فيها عن الرياضه. لو انت دكتور تقدر انك انت تتابع الناس حتى من على الانترنت او تعمل فيديوهات طبيه. اي مجال دلوقتي بقى مرتبط ارتباط كبير بالانترنت. مفيش مجال ما بيتسوقلوش من على الانترنت، مفيش مجال ما تقدرش تقدم فيه محتوى على الانترنت سواء تعليمي او ترفيهي. يا سيدي لو انت حتى دمك خفيف اطلع قول لنا نكت وهننبسط كلنا، بس طبعا بعيد عن الابتذال اللي بنشوفه دلوقتي، ربنا يعافينا كلنا. المهم انك تكون بتقدم خدمه او بتقدم قيمه، ان شاء الله تكون كلمه طيبه او ابتسامه تدي اللي بيشوفك طاقه ايجابيه، يبقى كده برضو انت قدمت حاجه. وبعد الفيديو ده فضلت افكر وادور ايه المهاره اللي عندي عشان اقدر استغلها واطلع لكم بيها على الانترنت. فكرت في كذا حاجه في الحقيقه، لكن استقريت في الاخر على اكتر حاجه انا بحبها واكتر حاجه انا حبيت ان انا اقدمها لكم. انا بحب القرايه جدا، شغفي فعلا هو القرايه، وعشان كده حسيت ان هو ده المجال اللي انا احب ان انا اشتغل فيه، وهو ده المجال اللي اقدر من خلاله ان انا اقدم قيمه، اني اعرف معلومه حتى لو كانت بسيطه واقدر ان انا انقلها لغيري واحس ان هو فعلا استفاد بيها. حسيت ان هي دي القيمه اللي انا عايزه اقدمها، وبدات فعلا ان انا اتعلم ازاي اشتغل على اليوتيوب، ازاي اعمل القناه وازاي اقدم محتوى، ازاي اصور، ازاي امنتج. حاولت ان انا اتعلم كل حاجه طبعا في حدود وقتي وامكانياتي، لان عشان تطلع من الدايره اللي انت فيها دي كانت مرحله صعبه جدا عليا. واكبر مشكله قابلتني كانت ظهوري، ان انا اظهر فعلا اقدم المحتوى ده بنفسي. في الاول الفكره دي ما كانتش وارده اطلاقا، لكن اللي شجعتني على الظهور واني اقدم المحتوى بنفسي كانت بنتي. لان مره واحنا قاعدين انا وهي مع بعض كده بنهزر وبنضحك وكده، فصورت حاجه كده زي ان انا مذيعه يعني، فهي شافت ان انا اقدر اعمل ده. هي دايما شايفه طبعا ان انا عندي قدرات خارقه، بس طبعا ده الثقه اللي هي دايما الولاد بيبقوا شايفينها في امهم وفي ابوهم. وفضلت تقنعني ان المحتوى بيفرق كتير قوي لو اللي بيقدمه شخص من ان هو لو بيتقدم بالذكاء الاصطناعي او بالصوت بس او ما الى ذلك، وان اكيد التاثير على المتلقي هيكون مختلف تماما. لكن انا للاسف ما كانش طبعا عندي ثقه في نفسي ان انا اقدر اقف واقول كلمتين على بعض قدام الكاميرا ثم ان لو المتلقي هيتاثر بظهوري فاكيد التاثير ده هيكون تاثير سلبي، وخصوصا ان انا ست علاقتي سطحيه جدا بالسوشيال ميديا. يعني انا عمري مثلا ما نزلت صوره ليا على صفحتي الشخصيه او فجاه كده طلع للناس بفيديو، يا للجرأه يا للشجاعه. حسيت فعلا اني ساعتها هعمل، وفي اللي هيتقبلني وفي اللي مش هيبقى متقبل، وفي اللي هيشجعني وفي اللي هيتجاهلني كانه ما شافنيش اساسا، في اللي هينتقد، والمفروض اني اكون مستعده ان انا استقبل كل ده، وقدرت اعملها. ونزلت اول فيديو وكان شرح لكتاب الرجال من المريخ والنساء من الصبح، وبشوفوها والله الحلقه دي من الحلقات اللي مهدور حقها، لان فعلا الكتاب جميل جدا، وحلقه ورا حلقه وكتاب ورا كتاب بدات احس بالانجاز. لمده 3 شهور متواصله كنت بنزل تقريبا كل اسبوع فيديو، وده كان حقيقي بفضل تشجيع كل اللي حواليا وخصوصا زوجي واولادي. حقيقي الكومنتات الحلوه اللي كنتوا بتكتبوها لي، زي الكومنت ده، الكومنت ده، الكومنت ده، الكومنت ده، حقيقي كومنتاتكم كانت بترفع جدا من روحي المعنويه. ما تعرفوش تاثيرها عليا كان بيبقى حلو قد ايه. بشكر كل واحد قال لي كلمه حلوه في كومنت، شجعتني جدا وخلتني اقدر استمر لحد دلوقتي. لكن وللاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. مريت بأزمة نفسية أثرت عليا بشكل ما كنتش قادرة أتعافى منها، وما كنتش قادرة أفكر في أي حاجة. حاسة إن تفكيري كله مشوش، وحاسة بضعف ووهن فظيع. كنت بجاهد نفسي علشان أقدر إن أنا أقوم بدوري كزوجة وكأم. وفي أكتر من 7 شهور ما قدرتش إن أنا أعمل غير 4 فيديوهات بس. لكن الحمد لله بدأت إن أنا أتعافى وأرجع لطبيعتي، ورجعت أتحمس تاني إني أرجع أشتغل وأقرأ كتب تاني وأعمل فيديوهات من تاني. وان شاء الله انا بحاول ان انا اجتهد واعمل اللي عليا، بستحضر نيتي قدام ربنا اني اعمل حاجه مفيده افيد بها غيري، حتى لو كانت معلومه واحده. ده بالنسبه لي نجاح وانجاز. وعشان كده حاليا علشان اقدر اقدم اكتر وانجز اكتر كان لازم ان انا اغير طريقه حياتي. وعشان كده الكتاب اللي هيكون معانا الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون كتاب نادي الخامسه صباحا للكاتب روبن شارما. ليه وازاي وايه الفايده من اني ابدا يومي الساعه 5 صباحا؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه ان شاء الله. تابعونا وما تنسوناش في اللايك وفي الشير، مستنيين دعمكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله مع كتاب نادي الخامسه صباحا. وشكرا لكم جدا، واسفه لو كنت ازعجتكم بحكايتي مع الزمان. مع السلامه.